أحلى تحية حب صباحية لكل مشاهدي شاشة النهار عراق الفضائية. رحلة جديدة ومشوار جديد يتجدد اللقاء بكم وبنا من خلال شاشة النهار عراق الفضائية وبرنامج صباح النهار. يا رب إن شاء الله يكون صباح عراقنا مثل كل صباحاتنا مليء بالمحبة والتفاؤل والأمن والأمان بين كل صفوف شعبنا العراقي. اليوم فرحتي فرحتين، الأولى بوجود ميلاد وعودتها للبرنامج بعد أن كانت مريضة نوعا ما، صحة والسلامة إن شاء الله وما نشوف إن شاء الله. شكرا لك يا مصطفى، طبعا وأنا همينة كلش فرحانة اليوم لأن شفتكم وأيضا راح أقدم برنامج صباح النهار بعد لا تتمرضين إن شاء الله. تحية حب صباحية نبعثها لكل مشاهدي قناة النهار عراق الفضائية، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ورحلة جديدة من برنامج صباح النهار. نبتدي وياكم صباحاتنا لهذا اليوم بشيء من التفاؤل والأمل، لكن بعد ما نسمع الأغنية الصباحية ومن بعد راجعين وياكم. صباح الخير يا الغالي، عراق الخير يا الحبيب، على أطفالك على شيوخك على كل شعبك الطيب. صباح الخير يا الغالي، عراق الخير يا الحبيب، على أطفالك على شيوخك على كل شعبك الطيب. صباح الخير والبسمة، المحبة والأمل والنور، الأصل انت يا ابو الدنيا، سومر بابل وآشور. المحبة والأمل والنور، انت يا ابو الدنيا، سومر بابل والجمل يلتم، نرجع ضحكة للفقراء ونفرح كل من يتيتم. الوطن نبني نسامح، نرجع ضحكة للفقراء ونفرح كل من يتيتم. يحفظك ربي ويخليك والآخر شبر يحميك، بعد الشر حبيبي عليك من الفتنة وأيادي الغير.
صباح الخير. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام من بعد ما استمعنا للأغنية الصباحية لحلقة هذا اليوم. عودناكم بكل حلقة من حلقات البرنامج نختار موضوع مناقشة نتناقش فيه أنا وزميلتي ميلاد وعدة فقرات خاصة بالبرنامج. اليوم حلقة غير، ضيوف غير، وحلقة استثنائية. حلقة استثنائية بمناسبة احتفاء بالشباب العراقي المبدع لعام 2014، وكون مصطفى القيسي هو من أبرز الشخصيات المبدعة لعام 2014، واللي تم هذا الاحتفاء من قبل محمد الأفندي وفريق الأفندي التطوعي. بالتوفيق لك يا مصطفى. أشكرك. طبعا مشاهدينا، محمد الأفندي هو رئيس أو المجموعة فريق الأفندي التطوعي، حيكون ويانا اليوم بالاستوديو. بالبداية نرحب بيه ونقول له أهلا وسهلا. 100 هلا بكم. وصباح الخير. الله يبارك فيك. صباح الخير على كل العراقيين. صباح الخير بالناطق الرسمي لاسم فريق محمد الأفندي التطوعي. اهلا وسهلا. بداية نحب نبلش وياكم من البداية. هذا الفريق شلون صار وشلون قدرتوا تجمعون هذا العدد من التطوعي الشباب؟ اولا احب اصبح على كل مشاهدينا الاكارم وعلى كل العراقيين. احب دائما بكل لقاء وباي شيء ابتدي بهذا البيت للسياب، يقول: الشمس اجمل في بلادي من سواها، والظلام حتى الظلام هنالك اجمل، فهو يحتضن العراق. واحنا اليوم نحتضن الشباب المبدع، وين ما كان الظلام احنا نخلي الشمس موجوده به. طيب، فريق محمد الأفندي التطوعي هو تم من قبل انه شباب متطوعين. نعم. حبوا انه يقدمون شيء لبلدهم، شيء للشباب، لان احنا نعرف اغلب المؤسسات او اغلب الفرق تابعه لجهه معينه. فريق محمد التطوعي ايش وقت ووين وليش صار؟ طبعا دائما باي لقاء احب ابتدي به او اي مشوار اعلامي اقول لبدر شاكر السياب، هذا الانسان العملاق، يقول: الشمس اجمل في بلادي من سواها، والظلام حتى الظلام هنالك اجمل، فهو يحتضن العراق. صباح الخير على كل مشاهدينا. احنا اليوم فخورين كفريق الافندي العمل التطوعي، فخورين ان نكون متواجدين اليوم بيناتكم، انا ومحمد الفاخر ناطق رسمي الفريق، وبغياب اعضاء الفريق جميعا اكيد احنا اليوم نمثلهم جميعا. تحياتنا لهم كلهم. نفتخر انه احنا اليوم نحتفي بالشباب المبدع، نفتخر انه احنا اليوم نقف بجانب هذول المبدعين، هذا هو طموحنا. طيب، فريق محمد الأفندي التطوعي ايش وقت وليش وشلون صار؟ 6 ميلاد استاذ مصطفى، واكيد حمودي يسمعني وعلى يقين بهذا الكلام اللي انا تحدثت به. اغلب التجمعات، حتى ما يد اقول الكل، اغلب التجمعات، اغلب فرق حركات تطلع تحت مسمى عمل تطوعي، وبالتالي وبعد فتره هذول الشباب اللي بذلوا هذا الجهد والتعب والسهر، كل هذه الامور يكتشفون انه المكان اللي هم كانوا يعملون به تابع الى جهات معينه. فانا قلت ليش ما نشكل فريق؟ نعم. وانتمي الى بعض الشباب اللي شكلوا فرق، واطلع انا بفريق وبشكل مغاير وباعمال جديده وبحملات جديده وبمهرجانات وكرنفالات جديده حتى نضيف للمجتمع الجديد. واحنا اليوم فخورين بما وصلنا له خلال فتره اقل من شهرين. صباح الخير عليكم. صباح الخير. نورتوني. اليوم محمدين موجودين عندنا، محمد الأفندي ومحمد الفاخر. تحياتي لكم، وشرف ان البرنامج وجودكم، والتفاته حلوه انه دعم للشباب المبدع الموجودين عندنا، لانه اكو عندنا طاقات شبابيه ماكو التفاته لها صحيحه من قبل الحكومه. ماكو جهه معينه تدعم الشباب الموجوده. عندنا طاقات شبابيه عندنا بكل محافل حياتنا كمجتمع عراقي. يعني احنا معروف عندنا بالعراق اللي هو بلد الثقافه والحضاره والفن، وبكل مجال من مجالات عراقنا، اذا كان ثقافه، اذا كان حضاره، اذا كان فن، عندنا مبدعين، اذا كانوا بالسابق او بالحاضر او للمستقبل. يعني احنا مثل ما قلت انه العراق ولاد بكل المواهب، بكل الطاقات الشبابيه، لكن ماكو التفاته معينه، ماكو فد جهه داعمه معينه للطاقات الشبابيه. ما راح نخلي عائق اطلاقا. انتم اليوم اشتغلتوا من ذاتكم بالضبط، بدافع نفسي، دافع حب الوطن، دافع حب الشباب. تشوفون انه اكو شباب. الشيء اللي خلانا نطلع نسوي مهرجان ونسوي حملات، يعني او اكثر اجتماعاتنا هي للتوعيه. ما حد فكر انه يتصل ويقول انه اني ادعم هذه الجهه المعينه. صار هذا الشيء، بس احنا اللي نرفض دائما، لان احنا يعني تجمعاتنا ولقاءاتنا وحملاتنا
من تبرعات او من جيبنا الخاص. تتوقع انه اذا اكو فد جهه معينه او داعمه لهذا الفريق راح تكون اكو عنصريه بالموضوع، انه ناس شخصيات قريبه منهم تعال ادعم ذولا، تعال ابرز هاي الشخصيات. الموضوع مو بس عنصريه، يعني يقول لك اني ادعم هذا المشروع، ادعم هذا المهرجان مقابل انه يطلع اسمي او تصير سمعه. هذه العنصريه اللي قلنا عليها. فهذا الشيء هو اللي يمنعنا، لان احنا طالعين احنا بتعب وبجهد، ويعني كله من تعب. انه ماكو تفرقه بين موهبه معينه، الكل مواهب، الكل محتاجين دعم، الكل محتاجين اظهارهم. يعني انا من اجيت انا ما كنت اعرف محمد قبل. انا الصراحه يعني محمد صار اخويا وصديقي من خلال الفريق. الله يديمها عليكم. الله يخليك. فهذا الشيء اللي خلانا نترابط سوا، صرنا فريق واحد، طلعنا اكلنا شربنا سوا، بتنا سوا، سوينا المهرجان، مهرجان ابداع الشباب سويناه سوا يعني، وبتعبنا والحمد لله والشكر لاقى نجاح، وانت من ضمن اللي حبيبي المبدعين اللي كانوا ويانا. حبيبي انت تسلم لي. طيب التطوع ولو تحكي ميلاد، التطوع اللي صار عندكم من الشباب، الاقبال اللي صار من الشباب، ايش قد تعطي النسبه؟ بصراحه حتى اكون صريح وياك جدا، اول ما اعلنا عن الفريق الكل حب يكون موجود بالفريق بدوافع اعلاميه، هذا اللي يريد يطلع يبرز، هذا اللي يريد، مو الكل كانت تريد تقدم. فترة بعد فترة بعد فترة بين من يريد يقدم بالفريق، تغربل الموضوع بالضبط. شلون نقول لك تغربل الموضوع بالضبط، الشخص طلع من اسبابه الخاصه. فاحنا بقينا بهمه واحده، كل واحد اجى تعبت راح اجى، وهي حقيقه صح. العمل التطوعي، عند العمل التطوعي انا طبعا سامع من احد الناشطين الاجانب يقول العمل التطوعي هو انه انت ما تنام لمده 24 ساعه. صح. مو بمعنى انه انت ما تنام لمده 24 ساعه، انه انت على مدى 24 ساعه تفكر حتى لو كنت بالمنام. التطوع هو توهب كل امكانياتك وتركيزك كله على هذا الموضوع. التطوعي انه انت تعمل، ما تفكر انه من تعمل هذا الشيء الناس راح تعطيك شيء، انت تعمل بدون مقابل، بدون عوائد. ربحت خسرت، طلع شيء حلو ما حلو، انت ما تخلي في الشيء ببالك انه هذا الشخص راح يعطيني مثلا كذا مبلغ على هذا الجهد. يعني انت تتعب نفسك والناس تشوفك بصوره حلوه. هذا اللي يهمنا الناس، ويكون احنا العمل اللي سويناه يطلع بنتيجه حلوه، ونحاول يعني نوعي اكثر عدد ممكن من الناس. طيب هم واجهتوا صعوبات ببناء هذا الفريق؟ طبعا واحده من الصعوبات انه يعني هوايه يعني واجهتها انتقادات هاي منتهين من عندها. الانتقادات قالوا اول ما يصعد الفريق شكلنا، قالوا اي عادي احنا خلينا نحكيها بكل صراحه، خلينا نكون واقعيين. يعني احنا قناه النهار العراق الفضائيه ما عندنا شيء اسمه خط احمر. احنا نريد نوصل فكره معينه، نريد نوصل كل الموجود اليوم بشارعنا العراقي للجهات المعنيه المختصه، انه ماكو التفاته منكم، لكن احنا باصرارنا وبعزيمتنا احنا كمواطنين عراقيين نقدر نثبت وجودنا، مو بشرط انه شخص يجي يوجهنا. هاي وحده. اكثر شيء انتقدونا به البعض، ليش فريقكم ما بكادر نسوي؟ طبعا. طيب شنو السبب؟ حلو، هي انت موجوده. طبعا. المعروف انه المرأة مكافحة. اكيد. المرأة اذا تدخل بمكان تطلع بابداع، والابداع هو يرجع لها. صح. اغلب الفرق الموجودة اليوم من تروح لها تلقى الابداع هو من الفتيات الموجودات، يعني العضوات بالفريق. احنا مو نريد نقول الفتاة هي مو يعني هي جت تنافس الشاب، وبالتالي الشاب ادنا مستوى. مجتمع واحد يكون نصفين، الرجل والمرأة. بالضبط. احنا جينا نقول لا، الفتاة مبدعة، واحنا فريق الافندي ككادر الشباب احنا هم مبدعين. لازم الشاب يظل على منافسه دائما ويا الفتاة، ولا ما تستمر الحياه. بالضبط. انا اذا اخلي منافسه بفريق واحد بين شباب وبنات واحتكاك، لا خلينا احنا فريق شباب نعمل، وخلي باقي الفرق دفاع واحد. بالضبط. ونبين رجالات الافندي شنو. يعني هم بنات اجوا يعني قالوا اريد نتطوع بفريق الافندي؟ طبعا هذا الشيء صار هوايه، بس دائما يخلينا باحراج يعني بالرد. يعني شنو كان ردكم؟
ردنا هو طبعا بالرفض، بس الاحراج يصير طريقة. بطريقه اي لانه محمد هسه وضح يمكن الفكره انه بقيتوا بروحيه الشباب الواحد، الحمد لله. اندفاع واحد. إحنا بقينا. لأن احنا قلنا انه دخل اذا عنصر نسائي دخل في فريقنا، فاحنا جزء راح نتقيد ببعض يصير لكم الأمور. مشاكل والله. مشاكل راح نتقيد ببعض الامور يعني. لا وراح يتراجع العمل للعلم. راح يتراجع لا بالعكس لا يتقدم. مو كون انه المراه، يعني انا مو ضد المراه ولا ضد الرجل، انا قلت انه مجتمعنا واحد، واللي كون المجتمع هو الرجل والمراه. الحياه ما لكن تكتمل اذا مو الاثنين. بالضبط، لكن تعرفين المرأة هي عينها على الرجل والرجل عينه على المرأة، فبأي مكان ممكن تتولد فد علاقة أو تتولد فد حالة من الانجذاب بين الرجل والمرأة، فيؤدي إلى تماهل وتراجع. والتنافس في العمل. لا بالضبط. بالعكس، انه بعض الاحيان انه يصير العكس، انه الولد يريد يثبت العكس للبنت او البنت تريد تثبت العكس احنا هذا ما للولد. نريده بالفريق، ما نريد منافسه من هذا النوع، احنا نريد احنا نريد كل واحد يعمل لنفسه، يقول اني يتحدى نفسه قبل غيره. يعمل النفسه للشباب، يتحدى نفسه طبعا. يتحدى نفسه ويعمل للشباب. طبعا اي يعني المتطوع، يقصدون هم الشاب المتطوع انه يعمل لنفسه، يثبت لنفسه والغيره انه هو قد هذا المكان وقد التطوع اللي اجى عليه. طبعا اليوم حلقه كلش حلوه، وجودكم. بدايه حلوه وفرح وسعاده. ان شاء الله. اغلب المواقف طبعا اللي صادفتنا بدايه العمل التطوعي. محمد الفاخر، دخلت على محمد الفاخر بالفيسبوك، السلام عليكم وعليكم انت السلام. جمع وحضر له فد وحده من إيه، السوالف. طبعاً. اوكي. محمد الفاخر قلت له محمد السلام عليكم، احب اتعرف عليك كذا، انا مسؤول فريق واحب تكون وياي بالفريق. طبعا يمكن 20 دقيقة يلا قدرت اقنعه انه انتم وياه بالفريق، وبالتالي طلع هو يريد يعذبني، هو يريد انت ما اوصل للفريق. وما جاوب. هسه هو ما يقدر يعني يعوقني. مثل ما نقول احنا بمصطلحنا يبيع ثقل عليك. مو صحيح؟ يثقل عليه، بس الحمد لله صار جزء مكمل. اذا تسمح لي طبعا انا اريد اشكر الاسماء اللي ساهمت بنجاح الفريق. اكيد انا هسه ردت اسالك. يعني. عبد المهيمن الحكيم، مكافح الحكيم، ليث الجواري، معتصم المعاضيدي، فادي السامراء رئيس قسم الثقافه والاعلام، احمد الامين المبدع، جواد الزبيدي هذا المونتير الراقي. تحياتنا. كل الشباب احد نسينا. والله هم مجموعة يعني الأخيرة. خلي يعذرونا يعني. تحياتنا لكل ستاف العمل الخاص بفريق الافندي. احمد الافندي البياتي احمد البياتي على العسكري. انت كل ما تتذكر اسم، احنا الحلقه والوقت مفتوح لك، كل ما الحمد لله. تتذكر اسم احنا اليوم اذكره. احنا اليوم هاي احتفاء، هذا نعتبره مهرجان ثاني مكمل المهرجان اللي صار قبل يومين. ان شاء الله. الافندي وتسميه الافندي اللي هو الشهامه العراقيه المعروفه، لكن الاغلب يتساءل سبب تسميه الافندي، يعني انت اختاريت تسميتين كانت لك واستقريت على الافندي. بصراحه استاذ مصطفى، انا ما اريد اقول استاذ، انا ردت اقول لك يا ريت شويه. مصطفى حتى ما اتقيد وياك بالحكي. مصطفى لازم انت من تريد تشكل فد شيء او تبدي في بدايه مشروع لازم تاتي بالجديد. اكيد. فريق عنوانه كذا وفريق عنوانه كلها متطرقه، احنا حابين ناتي بالجديد. فريق الافندي بين قوسين خالف تعرف. الكل يسال عليها. شيء غير تقليدي. خالف تعرف. الافندي هو معناه الرجل البغدادي الشهم اللي يتحدى وما عنده هذا الشيء، رجل الانيق اللي يتحمل المصاعب اللي عنده بصمة. الحياه. رجل من كل معنى الكلمه يعني. أكيد. من كل الجهات، مو بس يعني نقول لي او يعني شجاعه بدون مظهر. مو لا. تسميه فقط. نعم. تسميه ومضمون. الحمد لله. بعض الناس يعني يقول لك اللي ما عندهم معرفه بالاسم، احنا لازم نقول لهم شيء. نعم يعني هو هذا الموضوع. دائما يشوفون اسم الافندي عبالهم يعني اسم رجل يعني الاهتزازي المسيطر، إيه بعد يعني يقول لك ها انت افندي، إيه يعني رجل هو المسيطر. الافندي البغدادي، السداره وهذه الامور يعني شيء كلش واضح. هذا الشيء احنا نريد نوضحه للناس. احنا نريد الرجعه بعملنا مو بس بالمظهر، يعني احنا لبسنا السداره والبدله هذا حتى يعني شلون نكون اسم على مسمى. صحيح. انا محمد دائما يلفت نظري انه صحيح. باغلب المهرجانات اللي تصير او اغلب التغطيات اللي هو يعني السداره وملتزم بهذا الموضوع. كل شيء هذا الموضوع يعني. انا متمسك بارثي البغدادي، لان انا من اهل الكوت، بس انا ولدت في بغداد، فاعتز ببغداديتي. تتبغداد كنا عراق واحد. كنا عراق واحد بكل محافظات. انا دائما اقول وارجع اذكر انه احنا بلد بعده محافظات وبعده طوائف مثل ما الجسد. يعني انا اصلا من واسط، بس انا من بغداد.
والدتي كذا يعني شوف ماكو تلا فرق، ماكو فرق. بالضبط، يعني كليتنا يعني والدليل بالاخر هو نصب الفريق. انه لحد الآن مكان أنا ما واحد اللي هو أعرف هذا من العراق. اي محافظه وهذا من اي وما عشيره حد سأل، وما تسأل حد واحد، سأل، تسأل لا ابد. شخص. ما نعرف. تعرف ليش هذا الشيء عندنا؟ يعني احنا العراقيين صحيح، احنا اهل جذور العراق، لكن الناس اللي دخلت اللي خلت فلان يسال انت منين انت منين، هذول دخلاء مو عراقيين. هاي ممنوع عندي بالفريق، مو عراقيين صدقني والله العظيم، لانه العراقي اللي يحمل الغيره ويحمل الشهامه العراقيه مستحيل يوقف يم اخوه العراقي ويساله انت منين او شنو انتسابك. العراقي هو اخوي عراقي. الحمد لله والشكر. اني مجرد انه اعرف هذا الشخص عراقي انتهى الموضوع. الجنسيه العراقيه هي كلش كافيه، وشرف وفخر ان كنا جنسيتنا مكتوبين بها عراقيين. اي والله الحمد لله والشكر. الحمد لله. طيب محمد، تقدر انه تحكي لنا عن الحملات اللي قمت بها فريق الافندي؟ الله راح ترجعيني ذيك هذا الجزء الحلو اللي لمنا سوا، شهرين. اللي خلانا اقوى. الله. بدينا اول ما بدينا انه احنا نريد نقدم اشياء للفقراء والمحتاجين والهذا. وقدرتوا تقدموا؟ الحمد لله طبعا. قدرنا نقدم. اول ما بدينا واحنا دقينا ابواب المحتاجين الفقراء، اللي ابنها مستشهد وما عندها معين، النازحين بصوره عامه. طبعا هاي اخذوا الجزء الاهم بما انه احنا نمر بهذا المرحله. صحيح. احنا دقينا بما اخذنا احصائيات، احنا الفلان منطقه الفلان منطقه حتى المناطق الساخنه دخلنا لها وتحديناها. تحياتي لليث الجواري ومعتصم المعاضدي اللي هم الوحيدين قدروا يدخلون هاي، حتى انا ما قدرت ترى. حلو. هم تحدوا هذا الشيء ودخلوا المنطقه بغرب وراحوا الطرف. هذا الافندي. هذا وما اعتقد اكو فرقه تطوعيه لحد الان قدرت تدخل الحويجه. فريق الافندي قدر يدخل الحويجه. هذا اللي احنا قدمنا. جمعنا مساعدات، اعلنا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الفضائيات المحترمه اعطتنا شيء من التايتل، فبدينا نعلن، اعلنا في البيجات اللي عندها متابعه ومشاهده قويه، وبدأوا المتبرعين يتصلون بينا. طبعا نشكرهم، يعني احنا اكيد اكيد يعني لهم فضل انه بدايتنا انا كانت. اتمنى يقبلون اذكر اسمائهم ولا هم ما يقبلون. احنا بصراحه ما كنا متصورين بدايتنا راح تكون هيك ناجحه. يعني كانت بدايتنا مثل ما نقول احنا بيناتنا نقول شيء بسيط، بس هذا الشيء تطور والحمد لله الشيء اكثر من رائع. متوقع يعني قد نجاح نحقق. قدمنا شيء احنا ما متصورين وما كنا نعرف انه هذا الشيء عندنا، وانا الحمد لله والشكر يعني قدمنا شيء. مثل ما ذكر محمد انه هو ما تابع لاي جهه سياسيه او والشكر. حزب فلاني ولا اقبل هاي يقولها قدام الاعلام، يقول محمد يصرح يوميا بقناه ما اقبل اي سياسي، وها طبعا حتى بسمار ايد اقولها لان النهار بعرفها بمصداقيتها. عندنا وغزه النهار. ايه الرسائل تجينا على الفيسبوك، فلان فلان فلان، ما مستحيل ارد عليكم، حتى تم الرؤيه ما خليت تطلع، ولا على الموبايل. احنا ما نقبل اي واحد يدعمنا. رجال اعمال ممكن نقبل، الدوله نفسها تدعمنا ممكن نقبل، احزاب سياسيين ما ممكن اقبل انا. يعني انا لابد ان اتعاون ويا الدوله. اي شركه مدنيه، اي شخص يعني ما عندنا مشكله، غير تابع لاي جهه احنا نرحب. يجي حتى نصفق له راح هذا الزمن. بالضبط. طيب محمد، شلون تشوف الفريق؟ يعني دا يزداد اعداده او شنو؟ احنا بصراحه انا واستاذ محمد الفاخر وكل اعضاء الفريق الحاليين احنا متواجدين، اللي هم انا اعتبرهم رئيسيين الفريق. اعتمدنا على شرط النوعيه. انا شنو الفائده عندي؟ مثال برنامج صباح النهار، فريق العمل مالتكم 50 واحد، طبعا عفوا انه انتم ما محققين نجاح، بينما 1 2 3 4 5 حاليا متواجدين هم اللي حققوا هذا النجاح. فاذا النجاح مو بالعدد، بالنوع. فانا اعتمدت النوعيه، والنوعيه اللي قدمتوها حلوه الحمد لله. واكبر دليل خلينا نروح نشوف بعض هالمقتطفات والصور الخاصه بالنوعيه اللي قدمتوها من خلال هذا الفريق. صوتك يا عراقي، اليوم يومك يلا فوت. العراق يريد غيرك، عالمي علون صوت. علي صوتك يا عراقي، اليوم يومك
ورجعنا وياكم مشاهدينا من بعد ما شفنا هذه اللقطات من حملات فريق الأفندي التطوعي. محمد، هسه خلينا نحكي على مهرجان الإبداع الشبابي. هذا المهرجان كيف تم وشلون اعتمدتوا المعايير للتكريم؟ سؤال جدا مهم، محور أنا أحب أحكي به، لأن بعدنا عايشين لحظات نجاح المهرجان. أنا أعتبر هاي الحلقة هي حلقة احتفال بنجاح المهرجان حقيقة. يعني مهرجان شباب المبدع لعام 2014 أبرز الشباب وأبرز الشخصيات لعام 2014. طبعا متعب جدا. كيف تختارين؟ المن تختارين؟ صح. استفتاء ممكن يكون به أخطاء، شخصياته هواية. فشون؟ فريق كله قاعد كل واحد يطرح اسم والباقي يصوت، فوصلنا إلى هاي النتيجة. يعني احنا الفريق ما يعرفون، مثلا الفريق ما عندهم علاقة بمصطفى، يجوز أنا عندي علاقة به بس هم ما عندهم علاقة، فأنا من أرشح الفريق ما يجاملني، لأن هذا نجاح مهرجان. تعال النسبة اللي المعيار المهم اللي اعتمد نسبة الشهرة. احنا اعتمدنا نسبة الشهرة الإعلامية للإعلاميين الشباب، احكي لك، والفنانين كذلك والمخرجين. ف يعني خلي اذكر اسماء مبدعة حقيقة تكرمت: حيدر زكي، علي عبد الخالق الخالدي، حيدر خالد، رواء جواد مخرج عراقي عربي، الفنانة ميلاد سري، فواز، جاسم الدباغ المبدع، اسماء، صباح الجاف، احمد شكر القوتلي، شاهنده، مصطفى، الدكتور احمد الجاف. من بين الشخصيات ايضا كثير من الشخصيات مصطفى القيسي. حقيقة اعتمدنا نسبة المشاهدة الأكثر من قبل المواطنين. يعني فريق الأفندي هو واحد من الجمهور، وكل واحد يمثل طبقة، واحد طالب كلية، واحد طالب معهد، واحد طالب إعدادية، واحد بدون دراسة أصلا. احنا ما تهمنا يعني نسبة، احنا المهم عندنا الثقافة. فهذول أنا أعتبرهم جمهور. فلان نصوت نعم لا، إذا اثنين نلغي الموضوع كله تماما. فحصلت هذا المهرجان هو بحضور ثقافي، إعلامي، فني، شباب مبدع حضروا هذا المهرجان، وبحضور دعم إعلامي كبير جدا. تألمنا من شفنا مصطفى ما موجود ويانا لحادث الطارئ اللي مر فيه. فقدناه صراحة، مكان خالي. فقدناه هو وأيضا عدد من الإعلاميين. هذا الشيء اللي أثر بينا. أصرينا احنا، وهذا الغريب بفريق محمد الأفندي التطوعي، الله يبارك في انه ما قدروا يروحون للمهرجان، احنا نروح لهم. انتوا تروحوا لهم. هو هذا التطوع لأن لازم نحتفي به، لأن احنا طالما اختارنا حتى لو نروح نحتفي ببيتهم، المهم نوصل لك تكريم. واليوم راح تحتفي بمصطفى ببرنامج صباح. فاني يعني باسم فريق الأفندي للعمل التطوعي، باسم الثقافة، باسم الإبداع الشبابي، باسم العراق الواحد الموحد إن شاء الله، باسم الإعلام الحر، باسم الفريق الأفندي العمل التطوعي، يشرفنا أنه نحتفي بجميع الشباب المبدعين اللي احتفينا بهم واللي راح نحتفي بهم. بالأخص هذا المبدع، هذا حبيبي مصطفى القيسي، واحد من الإعلاميين الذين اختيروا من الأبرز الشخصيات لعام 2014. يشرفني اليوم أن أكرم هذا الإعلامي المتألق، وهذا الوشاح العراق. أمانة برقبتك حبيبي، أنه تقدم المزيد للشباب والمزيد للإعلام ولجمهورك اللي اختارك. إن شاء الله أكون قد هاي المسؤولية. لك تستاهلها يعني بصراحة. تسلم لي. هاي الشهادة وإن شاء الله احنا نصفق نجاح لا نجاح يعني. أنا هذه راح أكون إن شاء الله قد هذه المسؤولية، ولي الشرف اليوم وجودكم البرنامج، ولي الشرف اختياري أنا وكل الزملاء اللي اختاريتوهم. وإن شاء الله يا ربي الله يقدرنا ونقدم شيء أكثر للإعلام العراقي ولكل الناس اللي يتابعونا، إذا كان مصطفى القيسي أو أي شخصية إعلامية موجودة اليوم، أنه نكون أهل لخدمة وطننا، لخدمة شعبنا العراقي، ونقدم الإبداع والتميز أكثر بفضل الله وفضل شعبنا العراقي وفضلكم إن شاء الله. ممنون منكم إن شاء الله. تحية لمخرج البرنامج، تحية لفريق العمل، لأن أيضا أنا أعتبرهم هذول جزء مكمل لنجاح مصطفى القيسي خصوصا بهذه الفترة الأخيرة. تحية لك أيها المبدعة. القادم ما راح أذكر عنه، رقم 18
القادم في رقم 18. ما راح اذكر شنو معنى رقم 18 الا بالاوقات. سؤال محمد، انت وين ما تروح 18 18 18 خليها مفاجأة. خليها 18 خليها 18 18 18 شنو؟ 18 هي 18 18 18 8 18 2 ما بس 18 18 يا هو من الشباب عمره 18. لا ما ماكو عمر 18. بس احب اوصل اقول فد كلمه معينه. هذا التكريم اول شيء اهدي اهلي اللي هم الداعم الاول والاكبر الي، وتحديدا والدتي، والله يحفظ لي اياها ويحفظ لي اياها ويعطيها الصحه والسلامه ان شاء الله، ويقدرني الله دائما انه اكون سبب بفرحه والدتي وعائلتي. واهدي هذا التكريم شخص وانسان عزيز علي اللي يعتبر من بعد الله هو الى الفضل بوجود مصطفى القيسي اليوم بيناتكم، واهديه لكل الموجودين اليوم الكادر، ايهاب مصور، علاوي، ايهاب المخرج، كرار، ادهم، محمد القريشي، حمودي، يوسف، سيد محسن، استاذ حكيم، استاذ حسن جمعه، واستاذ عصام، كل كادر قناه النهار عراق الفضائيه. واكيد هدي ايضا الميلاد اللي تعتبر واحده من الاعلاميات اللي اشتغلت وياهم وشرفت بشغلي وياك ميلاد. شكرا مصطفى ومبروك وبالتوفيق. واهدي ايضا لبلدي العراق، ويا رب ان شاء الله يبقى عراقنا هو بلد السلام والامان، والله يحفظ كل العراقيين. وتحياتي لكل اللي شاهد البرنامج، تحياتي لكم. بهاي الفرحه خلونا نروح الفاصل وبعدها نتواصل وياكم ببرنامج صباح النهار.
رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا الفاصل، وارجع واذكر ترحيبي لكم وشكري وامتناني لكم، وهذه المسؤوليه اللي ان شاء الله اكون قد هذه المسؤوليه واختياركم الي من الشخصيات المبدعه لعام 2014. حتى نقولها بصراحه قدام المشاهدين، لكل مجتهد شنو؟ ثمرة. كل مجتهد نصيب، لكل مجتهد عنده ثمره يزرعها بعدين يعرف شلون يحصدها من خلال جمهوره، من خلال اعماله اللي قدمها. مصطفى القيسي برز ببرنامج مسابقات ما اذكر اسمه، ظهر على احدى الفضائيات. مصطفى القيسي ثبت حضوره في هذا المهرجان. اليوم من واحد يجي يقول لي تعال يا محمد، وفق اي معايير كرم مصطفى. عندي دليل، اكبر برنامج شعري جماهيري قدمه مصطفى. هذا اللي تحديدا هذا اللي تكرم عليه. مصطفى صعدت نجوميته في هذا المهرجان، وصعد جمهوره في هذا البرنامج، حقيقه اخذ صدى جماهيري بالضبط. فتستحق على نجاح هذا البرنامج، ووفق نجاح هذا البرنامج تستحق هذا التكريم. جيت كملت نجاحك بالتعاون مع ست ميلاد، وقدمتوا هذا البرنامج الصباحي بتواضعه ولكن بهدف الرساله اللي انتم تقدموها. فاللي يقدم شيء واللي يفيد العالم بعدين تفيده. إلي الشرف. مصطفى تبقى دوم على هذا الابداع، ودائما تكون مو سنه 2014 لا، على طول السنين انت من ابرز الشخصيات ان شاء الله يا رب الجميع، من تألق الى نجاح الى ابداع. تسلمي لي. محمد الافندي، اني بعدني مصره على 18. اي يعني انت لا تحاولي. ليش؟ هيك فد هيك لا هي يجوز انت تريدين تعرفين الرقم ليش؟ اي تريد تعرف ليش محبتك لهذا الرقم؟ 18 مو محبه، لا احنا خلينا نعوف، واحنا ما نريد نحكي بتفاصيل. اي احنا ما نريد نحكي بالتفاصيل، بس راح شيء غريب. بس راح اقول هو اكبر تظاهره ثقافيه ان شاء الله. اكبر تظاهره ثقافيه، ما انطي بعد اي رأس مال. ابد تظاهره بطريقه مختلفه، مو تظاهره ثقافيه شبابيه بحته جديد. طيب محمد الافندي، حصلت على لقب سفير السلام. هذا اللقب حصلت عليه من منظمه دوليه او من جمعيه او من مؤسسه؟ ذكرتيني. لقب سفير السلام للشباب العراقي أخذته حقيقة على مدى سنتين. أخذته من أكاديمية المبدعين والمثقفين الدولية بالعراق، تحية الدكتور حسين ساهر. واللقب الآخر أخذته من الجمعية المصرية للأبحاث وعلوم الأهرام، شمس النيل الإعلام الصحي في القاهرة. منحوا عدد من الشباب في الوطن العربي، كل شاب من بلد الطوء لقب سفير. والحمد لله خضت المنافسة وقدرت أخذ لقب، قدرت أخلي العراق متواجد، وأخذت لقب سفير جمعية المصرية للأبحاث علوم الأهرام. من هذا المنطلق قالوا لنا احنا اختارناكم، بعد احنا ما علينا بيكم، قدم البلد. وبهذا المنطلق شكلت فريق الأفندي العمل التطوعي. حلو. محمد الأفندي إعلامي مثقف سفير سلام، فريق أفندي مؤسسة، يعني ما شاء الله مواطن خادم. أنا خادم. احنا كنا نخدم بلدنا. أنا أحب يوم من الأيام يقول فلان محمد الأفندي كان له فضل. الحمد لله كل شيء ما أعرف. السيرة الطيبة حلوة. وهم إذا ما يريد يقولها هم لا يقولها. نجاحه قدامي هاي كافية. نجاح مثلا يوم يجوك شباب يعني مثلا يحب الفن، يحب الإعلام، يحب كذا، يجي يدخل بالفريق ويحب يتعلم الإعلام، باش أقوى من يصير هذا. هاي ثمرة نجاحنا. أكو ناس خذلوه محمد الأفندي؟ خذلوه؟ جاوب. الناطق الرسمي يعني جاوب. اكو ناس، يعني احنا موجوده عندنا هذه الحالات هوايه، انه تقدم خدمه لشخص معين او تسعى الى انه تبرز هذا الشخص او تساعد هذا الشخص، وبالتالي هذا الشخص والمشكله من انت ما تتوقع. مثلا انا ما اتوقع من مصطفى بالضبط. والله ما مسوي لك شيء انا. لا مصطفى ما يسوي لك. يجوز انت يجوز. انت فاكو ناس انخذلتوا بيهم طبعا. لان قلنا قبل شويه كل ما مر الوقت يعني بلش كل واحد يطلع على تكتشف الشخص على حقيقته اكثر.
اكو ناس دخلت بالفريق. احنا بالبدايه كان هدفنا نساعد النازحين اولا، لان وضعهم صعب، بعدها نلتفت الى الشباب. صح. فكان موضوعنا للنازحين. فالشباب من دخلوا، بعض الشباب يعني للاسف كان ببالهم في الشيء انه هو انا راح اطلع يجوز قدام كاميرا، يجوز انا راح اتعرف على في الشخص يفيدني، يعني اصعد على اكتاف هذا المكان، انه يجي يتعرف على بنات. اي انت ايش فاهم الفرق التطوعيه؟ اكو بعض الفرق التطوعيه خلت هاي صح. المعلومه انه تعال ادخل فريق تطوع تتعرف على بنات حتى تطلع حتى تصادق. احنا جينا نغير هاي الفكره. احنا طالعين دا نشتغل، ما طالعين لا علاقات، لا هدفنا واضح، هدفنا واحد، انه ساعدنا بالبدايه النازحين، وراها هسه حاليا احنا دا نشتغل للشباب للابداع يعني بصوره عامه. نعم. وان شاء الله يكون كل شيء نقدمه انه يرضى الناس ويرضى طبعا انتم الاعلام والله كيف. بعد هذا الفريق وبعد يوم 18 اللي ان شاء الله اتمنى لكم به كل الموفقيه والتوفيق، شنو اللي حابين تقدموه؟ نبدي ويا محمد الافندي، شنو الطموح اللي حاب انه تقدمه اكثر غير الفريق اللي شكلته وغير يوم 18 اللي اعتبر اني راح يكون ان شاء الله العرس الثقافي لكم؟ إن شاء الله. يا ربي. اني هدفي اقدم شيء ثقافي بطابع انسان، يعني مثلا 18 راح يكون خير دليل على هذا الشيء، راح نجمع بين وبين الانسانيه. نعم. ما يدقق. بين الثقافه والانسانيه. ممكن مو بين الثقافه والانسانيه. تمام. 18 تعرف. 18. فحقيقه انا اتمنى يبقى هذا الدعم الاعلامي، انه اول ما اوجه رساله هي الى السيد المدير العام لهذه الفضائيه المحترمه قناه النهار. تحياتنا للاستاذ حسن جمعه. ان يدعم فريق الافندي العمل التطوعي ويظل على هذا الدعم، ويخصص لنا مساحه اعلاميه للشباب المبدع اللي يحاول يقدم شيء للعراق دون مقابل. واوعد قناه النهار واوعد كل الفضائيات لا يتوقعون يوم من الايام محمد يقول مطين دينار مقابل اي شيء، ما اريد انا دعم للابداع. نحسن ظنهم ونكون قد الثقه. الفاخر بالضبط. عمري اللي تحب تطمح له واللي تقدمه. اللي اطمح له اطمح تغيير فكره العمل التطوعي اللي عندنا، اللي للاسف هوايه ناس مفتهمتها غلط، مفتهمتها بطريق سيء، يعني سلبي مو ايجابي. انت تدخل، انا ما اعرف مصطفى، من ادخل وياك بالفريق راح اشوف من عندك الوجه الحسن والاستقبال صح. والاسلوب الحلو، بس للاسف انت بقلبك تريد توصل مثل ما اختلفتوا عليه. تريد توصل لشيء يعني شلون نقول كفر. بالضبط. ماشي. هذا الشيء يكون الخارج غير المضمون. غيره. وان شاء الله على اذا الله خلانا طيبين على نهايه هاي السنه ان شاء الله نسوي في شيء مفاجاه للكل. ان شاء الله. ان شاء الله. تطمحون انه يكون فريق الافندي التطوعي مو بس عراقي، عالمي؟ ودا اشتغل على هذا الشيء حتى يكون هو مفاجاه فعلا. يعني سنه 2015 سميتها للفريق سنه التحدي. اتحدى انجح، اتحدى انجح، ما حد يوقف قدامي. بدك تشتغل على عربي وعالمي وانما اشتغل عراقي عربي. انت اذا تريدين تحققين نجاح تحققيه من بلدك. الحمد لله اللي حققناه ما قد اكتفي به، لا راح اتواصل به. قصيره المده تلزم يعني المده شهرين. نعم. ماكو مهرجان الشباب المبدع تفاجئوا الحضور من قلت لهم هذا المهرجان خلال 3 ايام نظمناه. تفاجئوا الحضور بالتنظيم والدعوه قبل يوم. احنا نحب التحدي. دعينا قبل يوم وجي هالعدد هذا اللي كان متواجد بالمهرجان. لو دعينا قبل اسبوع نسوي له اعلانات وكذا كان صح. فاحنا نحب التحدي. احنا جينا والعالم ثقت بينا، يعني العالم خلى الثقه بفريق الافندي. يعني يوم قاموا يعني عدد من الشباب يروحون كراده يجولون بالجادري يوقفون مواطنين. يعني موقف صادف فادي السامرائي ويانا واحد ياخذ وياه صور باحدى المحافظات. هذا دليل انه الفريق الافندي دخل يعني صاروا وجوه معروفه، مو فقط هم يشتغلون. بالضبط. الحمد لله. احلى موقف طريف صادفك بحياتك؟ موقف طريف صار بحياتي. حياته لو بالفريق؟ لا بحياته بعيد عن الفريق. حياة الفريق. حياة الفريق. اريد يعني نريد واحد بالفريق وواحد بحياتك الخاصه. حياتي راح تستلم نتيجتي. حضر نفسك. السادس الاعدادي
انا حاليا مرحله ثالثه كليه الاعلام، بالتوفيق ان شاء الله. الجامعه العراقيه. تحياتي كل اصدقائي وزملائي والاساتذه والعميد، لكل طلبتنا والاساتذه تحياتنا لهم. قالوا طلعت النتائج مال الاعداديه. يعني ما احكي لك شلون انا قدرت اوصل حتى استلم النتيجه. اوكي. بكالوريا ودور ثاني بالانجليزي طبعا كنت طالع. اي طبعا لا حلوه يعطيها بالتفاصيل يعني البكالوريا والدور الثاني والانجليزي. جبت بالانجليزي 52 وجاي بالاسلاميه 99 بعد المفارقه. اي ديننا الاسلامي يعني بعد. الحمد لله والشكر. الانجليزي طبعا كان عرقله قدامي، كنت خايف لا اطلع به. فوصلت يوم بالحاسبه بالانترنت دا اطلع النتيجه. ايش طالع؟ طبعا لازم المحفظه وبيها الفلوس، يعني بس ايده يقول لي ناجح حتى اعطيه اياه. كان شي يقول لي انطيني اللي عندك وبعدها ما مطلع. قال والله انت ناجح. قلت له لا تحلف بعد انت ما جاي لي النتيجه. ماكو ثقه بماده الانجليزي. ما انا واثق من نفسي انه انا انجليزي عداوه. حلوه هاي الثقه. المهم من قال لي انت ناجح، طبعا هو مد ايده هيك قبل بس يريد ياخذ الفلوس من عندي، واخذ الفلوس من عندك. حلوه العفويه حلوه. اخذ الفلوس من عندك. اخذ الفلوس من عندي وفرحت وطلع الطاير. الموبايل عارفه بجيبي. شوف صديقي قلت له اعطيني موبايلك خله خابر اهلي. هو لحد الان الفرحه بعدها وياه. الدليل اللي انه نكفلت من الفرحه هاي الفرحه الحلوه اللي عنده. فرحه السادس ما تنوصف. الفاخر في حياه جديده. الفاخر مشكله. ما اعرف يعني. ما احسك مشكله. ليش؟ ما اعرف يعني احسك كلش مسالم يعني انت هيك فشوف الناس كلها مثلك. لا تسلم لي يا حبيبي، بس كلش واضح عليك يعني مو مشكله، واذا انت كمشكله فلي انت وياي اليوم. دائما الشخص اللي يعمل بطريقه سليمه يكون له اداء. اكيد. لان يقول لك هذا يجوز يخرب علي شغلي. وعلى فكره الاعداء الموجودين هم مسار نجاح. طبعا. لانه لو ما اكو اعداء واكو ناس تنتقد يعني انت شخص متابع. بصراحه هاي اول مره اقوله. انا دخلت في محمد بالفريق تحدي اثبت وجودي ويا محمد واساعد الناس. وبصراحه اللي صاروا مقابيلي يعني اللي اعطوني هذا الحافز هو من الجزء من نقول كره، بينما هيك يعني هيك شيء خلاه يعني شجعني ويخليني افكر واحضر. بلشنا يعني من مهرجان الابداع ان شاء الله. قلت لك نهايه السنه راح نفاجئ الكل ان شاء الله. تستمرون على هذا الابداع والتالق والنجاح، وطبعا كنتوا ضيوف خفيفين علينا ونورتونا. فرحنا وفرفشنا واحتفال. بس انا مو تعرف الستر من جايبه. بالكواليس من نخلص. ليش ما تقبلين تشربين العصير مالتك؟ تقولين خاف المشاهدين يقولون ميلاد عطشانه. ها طبعا. ليش ما شربت؟ احنا كنا شربنا ورا الكواليس لا ما يصير. طبعا شكرا لكم ولحضوركم وتحياتنا لكم وتحياتي لك يا مصطفى. تحياتنا لكم مشاهدينا. كنت معكم في التقديم ميلاد ماجد وزميلي مصطفى القيسي. تحياتي لك ميلاد وتحياتي لكل الكادر وستاف العمل الموجودين اليوم. نورتوني شرفتوني بحلقه هذا اليوم، وارجع واذكر انه هذا الشرف اليوم اللي هو وسام على صدري يعتبر. ان شاء الله اكون قد هذه المسؤوليه. نورتوني محمد الافندي ومحمد الفاخر، وانتم فخر للشباب العراقي ولدعم الشباب العراقي. مشاهدينا الكرام حلقتنا لهذا اليوم انتهت. ضيوفي نوروني اليوم محمد الافندي ومحمد الفاخر من فريق دعم الشباب العراقي والموهوبين العراقيين. واحنا مثل ما معروف على عراقنا بلد التميز والابداع والثقافه، والبلد الولاد بكل الثقافات والحضارات. بالختام تقبلوا تحياتي وتحيات كل الكادر وتحيات المخرج ايهاب علي.